كيفاش يشوف كيفاش يقرأ الأفلان التكهنات التي تقول بأنه مستشار الرئيس الخاص والشقيق والسعيد بوتفليقة بدأ يحضر روحه الرئاسية 2019 والشواهد موجودة. الرجل بدأ ينزل للميدان، بدأ كذا، بدأ درت يا جيت لي هذا السؤال ما نتهربش منه السؤال. قلت لك في البداية طيب احنا توعدنا انه يكون حوار صريح وانت قلت لي راه حوار مفتوح. هذه فخه درتها، لا مش فخه، هذا لا سؤال. لا اسمح لي، فخه سامباتيك كما معليش انا ما نتهربش 1999 1999 انتخب رئيس الجمهوريه كرئيس اليوم الخميس 15 افريل 99 ما كانش رئيس دولة في العالم ملك أو رئيس اللي ما عندوش مستشارين. اللي يبدأ به قبل تشكيل الحكومة يعين مستشارين في الاقتصاد، في الإعلام، في الثقافة، في شؤون دينية. يعني السيد الرئيس آنذاك اختار عين مستشارين. وما هما المستشارين؟ نتكلموا بكل صراحه. سالتني نكون معك صريح. بارك الله فيك سيدي الملح. السي عبد اللطيف رحال الله يرحمه ويسعده، الله يرحمه عملاق، كان وزير، كان سفير في الامم لا يختلفوا، يعني يحولوا اثنان، يعني خارق على العاده، بحيث السيد الرئيس سمى عليه المركز الدولي للمؤتمرات كمستشار الدبلوماسي. عين كذلك في نفس الوقت في سي بن عمر زرهوني معروف، حاج معروف معروف لحد الان هو مستشار. عين رشيد عيسات انذاك، عين رزاق برا فيما بعد ما يتعلق قضيه الارهاب. يعني ثم فيما بعد وزراء اللي كانوا وزراء مثل بن برادي، مثل كريم جودي، هذوك فيما بعد. فيما بعد. في هذه البداية عين سعيد بوتفليقة. سعيد بوتفليقة باش نتكلموا عليه بالخير كان أستاذ جامعي. صحيح، كان في الجامعة، ما كانش ولكن كان نقابي. كان نقابي حرش حر، نقابي تقدمي في الكناس، كان معروف نقابي أستاذ جامعي، وكان ماجور بروموسيون معروف الإعلام الآلي. وهذا واش يمنع السيد الرئيس باش يعين شقيقه كمستشار، وقام بالعمل تاعو كمستشار. عمره ما خدم في الخطا، خدم في الظل، ونظم الإعلام الآلي في الرئاسة وفي الإجراء في أحسن ما يرام. ولكن كان دائما في ظل الرئيس، لأن الرئيس شقيقه. ويقول لك هذه بالدارجة معروفة، ما يحك لك إلا ظفرك وما يبكي لك إلا شفرك. شقيقه، ولكن عمره ما تدخل في شؤون الدولة. أنا كوزير 13 سنة عمره ما كلمني على فلان ولا فلان، إلا على الصالح العام. لما قضية فقراء وقضية في المستشفيات ولا فقط، عمره ما تدخل في القضايا السياسية. بقات 18 سنة في ظل الرئيس، وكان دائما معاه، زادت له القوة نتاعو والشهرة نتاعو والشعبية نتاعو. اللي عنده شهرة الآن. لماذا؟ لأن عمره ما بين نفسه، خدم للوطن وخدم لشقيقه الرئيس طبعا اللي هو رئيس الجمهورية. المثال بسيط تشوفه يحضر إلا في الجنائز، في الجنازة، وتشوف الناس كي يتهرجوا عليه. هذا يدل على الشعب، دليل قاطع الشعبية نتاعو، المحبة نتاعو، الاحترام نتاعو من الشعب. كان سعيد بوتفليقة مستشار شقيق الرئيس اللي متواضع إلى النهاية. يعني عنده تواضع. بعض الأحيان أنا نقولها كطبيعي عنده احتشام، تيميديتي بعض الأحيان، لأن التربية نتاعو مثل رباه الرئيس. يعني ما عندوش ديك الجرأة وهذيك الخرجات أبدا. إنسان محترم يتكلموا عليه الآن. هو 18 سنة وهو مع الرئيس، هو مواطن جزائري. سعيد بوتفليقة مواطن جزائري،
عنده كل حقوق كل واجبات على المواطنين الجزائريين. ولكن في 2019 الناس راهم يتكلموا على 2019. هذا هو سؤال يعني 2019 مازال ما وصلنا 2019